السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ طيبين؟ أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن صحة وسلامة يا رب وعافية. اليوم بقدم معاكم سلطة فواكه، يمكن حصرية على قناتي، يمكن ما أدري، أنا قلت لأني أعشقها وأحبها مرة وقلت ليش ما أشاركها معاكم بما أنه الجو صيف وحر وكل يدور شيء بارد. وتعالوا عشان نتعرف على السلطة العجيبة الغريبة حقتي. أول شي بنحتاج للعصير، عصير برتقال هذا فريش، بنحتاج فراولة مجمدة مرة باردة، بنحتاج شمام. هادو للعصير اللي بنحطه في سلطة الفواكه. نجي الحين عناصر السلطة. هنا عندي فواكه مجففة عبارة عن مشمش مجفف مغسل ومقطع، زبيب، هنا عنب، وهنا عندي شمام، وهنا عندي تفاح، وعندي كرز، وهنا الموزة ما حبيت اقطعها الحين عشان تعرفون الموز يسود. هذا بالنسبة للعصير والسلطة. نجي الحين للتزيين. عندي هنا فيمتو، اي شيء عندكم مو بالضرورة يعني نفس الشركة، صوص الشوكولاتة، زبادي بنكهة الفراولة، واحتاج لتحضير كريمة الخفق اللي بزين بيها السلطة حقتي. كريمة خفق، كاس صغير حليب يكون مجمد في الثلاجة قريب يتجمد، ملعقة كبيرة نستلة، واحتاج للتزيين عين جمل، وهنا الشوكولاتة الصغيرة. وانتوا زينوا باللي تحبونه، انا اعطيتكم الفكرة وانتوا عاد. والحين بجهز معكم العصير. بحط الفراولة تكون مجمدة، وانا اخترت شمام، انتوا تختارون تحطون اي فاكهة تانية. الشمام يطلع حلو مع الفراولة ومع البرتقال، ما راح اكتر. واحط البرتقال الفريش، هذا عندي تقريبا نص لتر برتقال، واغطي على العصير واروح اطحنه وارجع لكم. وهذا العصير حقي صار جاهز، جهزته. الحين المرحلة الثانية هي اللي بتجهز فيها كريمة للتزيين. هنا هذه الظرف تقريبا فيه 37 جرام، هي ظرفين يجي وزنها 72 جرام، بس انا بسوي كده بس لانه كمية قليلة. بكب عليها الحليب مرة بارد. اهم شيء في هذه انه الحليب يكون بارد. وبزود عليها هنا عندي ملعقة كبيرة نستلة، وتقدروا اذا ما تبون حلا لا تحطون عادي بكيفكم يعني. خلاص واخفقها، بس لازم كل المكونات دي تكون باردة. خلاص واخفقها الحين، اطلعها بالطراب الكهربائي وتشوفوني بعد ما تخلص. وهذه الكريمة حقتي صارت جاهزة زي ما تشوفون. بحطها في جيب حلواني، بدخلها للفريزر عشان ما تسميها معي. انتوا تعرفون انه هنا في السعودية الجو حار مرة. خلاص ونمر عشان نزين الكؤوس حقتنا حقت سلطة الفواكه. واجيب معي ايس كريم، نسيت اقول لكم على الايس كريم. نبدأ نجهز كؤوس حقتنا. اول شي بحط اللون اللي هو الفيمتو في قاع الكاس كذا، وبعدين بضيف عليه الايس كريم. انا عندي هنا ايس كريم بالتوفي والكريم كراميل والمكسرات بعد، طعمه يجنن يعني. جربوا دي سلطة الفواكه راح تنهبلون من طعمها. هنا عندي هذا عفوا المشمش مجفف مقطع، وهنا بحط العنب وبزود عليه الزبيب حقنا. صراحة صحية حلوة، وتشوفوني ما حطيت سكر إلا شوية نستلة في الكريمة الخفق، تقدروا تستغنون عنها عادي. والآيس كريم. وانا الكاس الثاني بعد حطيت الفيمتو، حطيت الآيس كريم. بزود معاكم كاس ثاني عشان تشوفون الطريقة. أول حاجة كنا حطينا اللي هو اسمه ينسى عليه، اللي هو استغفر الله المشمش، ونحط العنب، ونجيب الزبيب، ونجيب الشمام، ونجيب قطع التفاح. خلاص ونجيب اللي هو الكرز.
تقدروا تستغنون عن نفس المكونات، تحطون بس الموجود عندكم، بس سووا العصير نفس طريقتي والايس كريم والزبادي، بس الفواكه عادي تقدروا تغيرونها، ما في اي مشكلة، بس انتوا الاساسيات احتفظوا عليها لا تغيرونها. ونحط هنا العصير خلاص، واجي احط ملعقة زبادي حق الفراولة، هذا طعمه حلو، كثرت العصير مو مشكلة خلاص. ونستمر على نفس الطريقة، نفس الشيء على الكاس الثالث. نحط فيمتو ايس كريم، لعشاق الايس كريم راح ايس كريم، لعشاق الايس كريم راح تعجبهم مرة الوصفة هذه، يلا جربوها تراها حصرية يمكن على قناتي، هذا اختراعي وابتكاري، اقعد الليل كله اطلع لكم الافكار. احلى متتابعين، احلى متتابعات، واحلى صديقاتي اللي معي، صرنا عائلة. شارك معاكم اي فكرة انا جت على بالي وعجبتني اسويها معاكم، قاعدة اشوف انا اسويها اقول وش الاضافات وش هذه، وصلحتها وطلعت حلوة بالاضافات اللي اسويها، وقلت ليش اهم شيء شاركها مع اهلي وصح اصدقائي، كلنا خوات في القناة حقي، كلنا خوات. والله يحييكم عندي في القناة، وكلنا اي شيء تبونه، استفسار عن اكله شيء طبخه عادي من عيوني، مو مشكلة، اي شيء تبونه اكتبوا لي في التعليقات وانا اسويه واقدمه لكم على القناة. كذا حطيت العصير، بس العصير سووا زي ما سويت، ترى طعمه حلو اصلا، تسوونه بس عصير كذا تشربونه، تحطون معاه فيمتو العصير يطلع طعمه يجنن. خلاص بكذا اكون خلصت، اسوي الكريمة ونزينها مع بعض. هذه الكريمة حقي صارت جاهزة، بنزين فيها سلطة الفواكه. انا حطيتها في هذا الجيب الحلواني، زينها عشان الجو حار بسرعة كذا بالطريقة. انا ما عندي الا ذا الراس، انتوا اذا عندكم راس تاني شكل تاني سووا. نجيب الكيس هذا بعد، والله تراها مرة حلوة، تصلح في العزايم وفي كل شيء، لا شكلا ولا طعما، وراقية ما شاء الله في عزايمكم وفي كل شيء. بس أنا نصيحة أنصحكم قدموها في آخر لحظة، يعني قطعوا الفواكه وكل شيء إلا الموز، أنا الموز احتفظت بيه بزينه في الآخر، والكريمة حطوها في الفريزر خلاص. وإذا خلاص خلصتوا كده عزيمتكم والعشاء وكده وجد تقديم التحلية، هذه أحسن وألذ وأروع تحلية ممكن تقدمونها. هذه حصرية مني لكم، من قناتي لكم، الأحلى وأعز متتابعين. الحين أحط الشيبس الشوكولاتة، شوفوا كيف شكلها، صراحة مرة كيوت تجنن، ما أدري شكلها صراحة مرة كيوت تجنن، ما أدري أنا اللي أدلعها ولا هي صدق تستاهل الدلع هذا. انتوا عاد علموني في التعاليق تستاهل ولا أنا مدلعتها زيادة. والحين نحط يا سلام، شيء صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن، إبداع صح ولا أنا أبالغ؟ أنتوا اكتبوا لي في التعاليق إذا أبالغ ولا إذا صدق تستاهل كل هذا المدح. أنا عني تستاهل، عاد شوفوا رأيكم أنتوا اللي يفوز. وحط أنتوا أي شيء تحبون تزينون فيه زينه، تقدرون تحطون الكاجو الأمريكي، أنا هنا متوفر عندي عين جمل كده، أدخلها العيال عشان يأكلونها بهذه الطريقة،
وانا بعد في مرات انساها، هي لازم يوميا تاكلون مكسرات، وهذه فيها المكسرات وفيها كل شيء. باقي لنا حبة الموزة بقطعها ونزين فيها. طيب انا بزينها بالموزة وبقدمها في صحن التقديم، وبتشوفون الشكل النهائي وصحن التقديم بعد اللي يفتح النفس. وكذا تكون سلطة حقتي، وبكذا تكون سلطتنا المدلعة حقتي خلصت. شوفوا شلون ما شاء الله. هذا الموز حطيته بس هنا قطع، شوفوا كيف طبقات، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ودلعتها وسويت لها هذا الصحن عشان الحين صيف والواحد قاعد في البيت يبي شيء يفتح نفسه على الأكل، وبكذا تكون أحلى وأدلع يعني. سلطتي المدلعة هذه أهديها لكم يا أحلى متتبعين ومشاهدين وأحلى صديقات وأحلى أهل، وبالصحة والعافية علينا وعليكم. وأتمنى إن شاء الله تجربونها لا تترددون، شكلا ومذاقا راقية وحلوة صراحة، وعلينا وعليكم بالعافية. وبكذا يكون الفيديو حقي اليوم خلص، ومع السلامة إلى فيديو لاحق إن شاء الله. وهنا بعد ما خلصنا الشوربة ديالنا، شوفوا كيفاش كتجي. هنايا غرفتها كيفاش كتجي ما شاء الله، تجي زوينة حمراء وبنينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم طيبين؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. والفيديو حقي هذا يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله حبيت أشارك معاكم الشوربة المغربية اللي هي شوربة الحريرة المعروفة، محبوبة الشعب المغربي ومحبوبة كل من ذاقها خلاص يصير يحبها. وإن شاء الله على بركة الله بنحتاج المقادير. هذه الكمية اللي بسوي معاكم إن شاء الله تكفي العائلة متكونة من 6 أو 8 أشخاص، وعاد إذا بتسوون زيادة تستبدلون المقادير. على بركة الله نبدأ بالمقادير. هنا عندي لحم مقطع كده قطع صغيرة، عندي حمص منقعته ليلة كاملة تقريبا هنا 100 جرام، عندي هنا الكرفس تقريبا 3 ملاعق كبيرة، كزبرة ومقدونس 3 ملاعق كبيرة تكون مقطعة كده مرة زين. هنا عندي حبة بصل مقطعة مرة صغير، حبة صغيرة يعني مو كبيرة يعني وسط. هنا عندي 3 ملاعق عدس. هذه المرحلة الأولى نحتاج فيها هذه الأشياء. والمرحلة الثانية بنحتاج فيها الطماطم اللي راح إن شاء الله نقطعها ونسلقها. وبنحتاج المرحلة الثالثة طحين، نحتاج الشعيرية، نحتاج صلصة طماطم، البهارات اللي هي عبارة عن كركم، زنجبيل، فلفل أسود، وحطوا بابريكا. انا ما توفرت عندي البابريكا، ولازم تحطون بابريكا، واذا ما عندكم عادي. هنا عندي دامة المرق، انتوا تسوون اي شيء تحبونه يعني اي شيء. هذه حقة الخضار او الخضار والاعشاب هي المتوفرة عندي، انتوا سووا حقة اللحم ولا استغنوا عليها عادي. وطبعا عندي زيت الزيتون. والحين نبدأ على بركة الله في تحضير الشوربة حقتنا. والحين على بركة الله نبدأ نجهز الشوربة حقتنا. أول شيء أحط زيت زيتون بهذه الطريقة. ثاني شيء أحط اللحمة اللي أنا مقطعتها قطع صغيرة زي كده ومغسلتها قبل. أحط الحمص، أحط البصل، أحط الكرفس واحتفظ بشوي في الآخر، معليش احط الكزبره والبقدونس وبرده نفس الشيء احتفظ بشوي للاخر. خلاص احط الملح شوي بس لين المرحله الثانيه، وبنحط ملح زياده كده بس عشان الحمص ياخذ الطعم. والحين بولع عليها النار واسيبها تتسبك، وبعدين اذا تسبكت راح نحط عليها مويه حاره. والعدس هذا ما راح نحطه في ذا المرحله، حنا في المغرب يحطونه عشان يتحمل استوى. هنا العدس بالنسبه للعدس اللي هنا في السعوديه يستوي بسرعه، بنخليه بعدين بعد ما يستوي لنا اللحم بنحط العدس عشان ما يخرب لنا الشوربه. وانا حطيت القدر على النار وبقعد اقلبه يتسبك شوي. خلاص بس يتسبك شوي
بنصب عليه مويه حاره. انا الحين بحط المويه تغلي، تكون غليانه مره. خلاص وتخليها تتسبك وبعدين تصب عليها المويه. بعد ما حطينا القدر حقنا اللي يتسبك فيه الاشياء، الحين بنجهز الطماطم. ناخذ الطماطم وبنقطعها عشان نسلقها بالقشر، بس انت بغسلوها زين، عقموها زين. خلاص هنا عندي 4 حبات بهذا الشكل، يعني لا هي بكبيره ولا هي بصغيره، وسط. وتكون الطماطم لونها احمر عشان تيجي الشوربه حقتنا لونها احمر. خلاص نستمر نقطع الطماطم كلها بالطريقه، نصب عليها حتى هو مويه حاره، ونحط عليه ملح ونخليه ينسلق. خلاص واذا انسلق ان شاء الله بنطحنه في الخلاط بنشخله في المشخال، يعني بنصفيه من القشر ومن البذور. خلاص وتصير جاهزه تدويرة الحريرة اللي هي اساس هذه الطماطم بهذا الشكل. وبنزود عليها وقتها البهارات ونزود عليها الصلصه، وانتم معاي بتشوفون كل المراحل ان شاء الله. والحين انا بحط عليه مويه حاره وبس يبين. هذا الحين اللحم والحمص والبصل يتسبكون. لو تشوفون الريحه شلون طالعه ما شاء الله، الريحه حلوه. انا دايما اسوي ذا القدر الكبير دايما تشوفوني القدر الكبير. خلاص والحين نزود عليه مويه حاره تقريبا لترين ونص من المويه. انا سويت الغلايه حتى اخذتها وسويتها. خلاص والحين راح اقفل عليها وسوي الصفاره واقفل عليها واخلي نار وسط لين ما يستوي الحمص واللحم. وهذه الطماطم هنا تنسلق. اذا انسلقت وخلصت ان شاء الله بشيلها وبخلطها في الخلاط. والحين يلا هنمر عشان نجهز. والحين ببدا اجهز خلطه الطحين. هذه الملعقه الاولى، ثانيه، 3، 4، 5 ملاعق. وتقدروا تزيدون عادي ترى، انا بس سويت لكم الميزان عشان تزبطون الشوربه. وهنا عندي كاسه مويه بزودها عليها وبطحنهم في الخلاط. وهنا عندي ليمون بعصر عليها ليمون، هذا سر من اسرار لذة الشوربه، انا استعمل الليمون. خلاص وبطحنه واخليه يعني لين ما خلاص يجي وقته اسوي في الحريره. كل ما قاعد كثير كل ما صار احسن طعم فيه الليمون. خلاص انا بخلطه في الخلاط واخليه يرتاح لين خلاص يجي دوره وبنسوي في الشوربه. خلاص الحين استوى عندنا اللحم واستوى الحمص. بزود العدس اللي هي 3 ملاعق كبيره تكونوا مغسلينه. خلاص وبنمر عشان نجهز الطماطم بنزودها حتى شوف المويه تراها تقل. الحين بنزود الطماطم، واذا شفت مويه يبغالها بزود. والحين نجهز هذه عندي الطماطم بعد ما طحنتها صارت جاهزه. الحين بنزود عليها صلصه الطماطم. تقريبا العبوه هذه فيها 135 جرام، بنسوي نصها. خلاص بهذه الطريقه. بنزود عليها كركم، الكركم ملعقه صغيره، فلفل اسود ملعقه صغيره، زنجبيل والملح. بنزود ملح، انا الملح بعيده علي بجيبها وبزودها. الملح خلاص تسوون اللي راح يملح لكم. ونزود الماجي بهذه الطريقه كذا. خلاص ونزود الشعيريه اللي عندنا حتى هي. خلاص ونحط هذا الشيء كله في القدر ونستنى لين ما تصير عندنا لونها احمر ويستوي لنا العدس ما ياخذ وقت، على طول يستوي. خلاص واذا استوت معانا وغلت زين وقتها بنزود الطحين اللي زينا مع بعض. هذا طحنته جاهز عندي هنا. وبكذا تكون عندنا الشوربه خلاص على وشك انها تكون جاهزه. والحين نزود الطماطم على الشوربه. خلاص انا الحين زودتها على الشوربه. خلاص بخليها الحين زودت النار، بس تبدأ تغلي بكسر عليها مرة وبسكر عليها الضغط لين ما يستوي لي العدس. ما راح اسكرها كتير، بس 5 دقائق. الشعيرية غادي نزيدو ندوروها بالخيط اللي طحنا. تحطوا غير كمية شوية صغيرة بهالطريقة وتبقاو تحركوا. وكتشوفوا على الخوا ملي نتوما بغيتو تحركون وتشوفون السمك اللي انتو تبونها خفيفة ولا تبونها وسط. بس من الأحسن تكون لا هي خفيفة ولا هي ثقيلة. هذه الشوربة قوامها كذا يكون
لا هي ثقيلة مرة ولا هي خفيفة مرة. تزودون كذا دفعات وتحركونها. خلاص أنا كذا أتوقع خلاص ما قوامها زين بالطريقة. شفتوا كيف؟ لا هي بخفيفة ولا هي بثقيلة. خلاص بخلي الطحين يستوي كده حول 5 دقايق 6 دقايق. وفي هذه المرحلة أنا بزود شوي الكزبرة والبقدونس الكرفس اللي كنت بكيتهم. وهذا الطحين شوفوا شلون بقالي منه، يعني ما استعملته كله، بحتفظ فيه. خلاص وخليه أزود في النار شوي مع التحريك. اقعدوا تحركونها لازم عشان ما يتكتل تحت الطحين. خلاص من الأحسن كذا، الأحسن كذا ملعقة خشب هي عشان تحركون من أسفل القدر بالطريقة. تقعدوا تحركون لين ما تحسون خلاص الطحين استوى حول 5 دقايق. أو الحين نار عالية بعدين بكسر عليها. أنا الحين بزود الكزبرة والبقدونس بجيبهم. هذه الكزبرة والبقدونس الكرفس اللي بقيت بزود منهم كذا، وبخلي شوي للتزيين. بس بهذه الطريقة. شفتوا معي شلون بدت تغلى الحريرة؟ بدت تغلى. خلاص هذه الوقت اللي هي بدت تغلى أنا بكسر عليها شوي. خلاص قصرت عليها النار، وبين فترة وفترة تحركونها، يعني ما تقعدون عليها، بين دقيقة ودقيقة تحركونها من تحت. خلاص مدة 5 دقايق 6 وتصير جاهزة. واللي عنده سمن مغربي في المرحلة اللي خلاص بيطفي القدر يزوده، واللي ما عنده ما يحتاج. خلاص ونتقابل نشوف شكلها النهائي إن شاء الله. هداهي ما شاء الله تغلي. شفتوا شلون تغلي؟ نخليها تغلي زين لين خلاص تمر 6 دقايق كذا مع التحريك. ترى شوي شوي تلقون أسفل القدر مسك فيه الطحين. لازم تستمرون على كذا وتدقونها. اوزنوا ملحها في المرحلة، اوزنوا الحموضة إذا والله شفتوها حامضة. انتوا يعني ما تحبون الحموضة كثير أو تبون حموضة زودوا ليمون. تبون تنقصون الحموضة تزودون موية حارة وتزودون الطحين نفسه اللي سويناه. لين توزنوا الطعم اللي انتوا تحبونه، يعني كل واحد يختلف طعم الحريرة اللي يحبه. وهذه كل الطرق اللي سوت معاكم هذه طريقة الحريرة، وكل واحد يسويها بطريقته، بس كل الطرق نفس الشيء، يعني نفس بعض. خلاص وإن شاء الله أتمنى تعجبكم وتشوفوني لما أغرفها إن شاء الله. وهنا بعد ما خلصنا الشوربة ديالنا شوفوا كيفاش كتجي. هنا غرفتها كيفاش كتجي ما شاء الله. تجي زوينة وحمراء وبنينة. وكيف ما قلت لكم كتوزنوا الملحة وتوزنوا الحموضة على حسب الأكل. وهنا غرفت الصحون زينتها شوية القزبر والبقدونس. وهنا صلحت بيتزا ما شاء الله حلوة وسريعة بشاركها معاكم إن شاء الله عن قريب. وبكذا يكون الفيديو حق اليوم خلص. وأتمنى طريقتي في الشوربة المغربية تكون عجبتكم، وأكون لبيت طلب البنات اللي قالوا لي أنزلها. وعلينا وعليكم بالعافية. إلى فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تقبل الله منا ومنكم صيامكم إن شاء الله وصالح الأعمال يا رب. والله يبعد علينا هذا الوباء إن شاء الله. وهذا شكل ديال خبزنا النهائي، وهذا فطورنا. الله يتقبل منا ومنكم. وهذا الكويس ديال اتاي. مرحبا بكم يا البنات عندي. مرحبا تحت الطلب ديالكم. راني سويت لكم الخبز. مرحبا بكم ألف مرحبا. وهذا الخبيزات نتمنى إن شاء الله تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم. وتبقاو ديما ديروهم. وفي امان الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا رب. اليوم غادي نشارك معكم الخبز اللي بالشعير اولا بدقيقة البر اللي سبق لي وشاركته مع البنات بزاف في الواتساب وفي الانستغرام وفي الفيسبوك، وطلبوا مني بزاف ديال البنات وتحت الطلب ديالكم راني نقدم لكم ان شاء الله قبل العيد، قبل الغداء ان شاء الله. انا دابا في الصباح باقا يلاه فايقه وانا تنقدموا معاكم تحت الطلب ديالكم متتبعاتي الكرام، ما نبخلش عليكم شي حاجه. وعلى بركه الله نبدا. اول شيء احتاج معلقه كبيره ديال العسل يكون نوعيه جيده، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الملحه. عندي هنايا الزبادي اللي هو دانون نص، غناخذ 3 معالق كبار. عندي كاس ديال الماء دافي. عندي هنايا الدقيق ديال البر، انا كنستعمل هاد النوعيه هذه اللي هي فوم. وهنا عندي الدقيق الابيض من نوعيه جيده. نبدا على بركه الله. اي صح، وعندي هنايا الخل غادي نحتاجو. يلا نبداو. اول حاجه الملحه ما غاديش نديروها دابا، غادي نحيدوها. تنحطوا المعلقه ديال العسل اللي عندنا تكون كبيره، ومن الاحسن تختاروا شي نوع يكون يعني نوعيه جيده، والاختيار كيبقى لكم. انا عندي هذا عسل ديال الاكل كيعتبر نوعيه، والاختيار كيبقى لكم. انا عندي هذا عسل ديال الاكل كيعتبر نوعيه جيده. غادي نحط المعلقه الكبيره ديال الخميره. غادي نحط انا المسوس، هذه المعلقه الاولى كبيره، الثانيه 2 كبار. مانمشيوش شحال بقى في الزبادي غير شويه. غادي نزيد الكاس ديال الماء. هذا الكاس تاع الماء انا عندي كبير كيخرج لي 5 ديال الكريسات الصغار بحال داك اللي شاركت معاكم، وهو نفسه غادي ناخذ لكم به العبارات ديال الدقيق. انا الدقيق كندير عيني ميزاني، ولكن ضروري نعبر لكم باش تشوفوا. والخل غادي ندير قفاله ديال الخل هكا عامره وشويه، ومعلقه كبيره ديال الخل. دابا غادي نبداو بدقيق البر. هو دابا غادي نعمر كاس. نقاد الكاميرا باش تشوفوا مزيان. هذا الكاس دقيق البر الاول. تخلطوا بحال بهذه الطريقه، بحال اللي تتخلطوا شي حلوه ولا شي كيك، ولا غير بايديكم كيف ما كتشوفوا بحال هكا. تنخلطوا داكشي يدخل مزيان في الطحين. المهم هذا الخبز كيف ما شفتوا كيجي زوين وناجح. بالنسبه للناس اللي في المغرب يستعملوا الدقيق ديال هنايا، حنا عندنا هذا دقيق البر، انا كيجيني بحال دقيقه الزرع. المهم هو صحي بزاف. تبقاو تخلطوا بهذه الطريقه بحال تخلطوا الغريبه ولا تخلطوا الصابلي بحال هكا. تبعوا كاع المراحل اللي درت لكم باش يجيكم الخبز ناجح ونعطيكم كاع الاسرار. المهم هذاك الزبادي ودانون او الخل هو اللي تيعطيه ديك الطراوه ديال الخبز، كيخليه يتنفخ ويجي هشيش، وراه ما تندلكوه حتى شي حاجه. دابا غادي نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق البر، نفس الكاس البنات اللي عبرتوا به الماء تعبروا به الدقيق. دابا الكاس الثاني نفس الطريقه نخلطوا بحال هكا. بقى العجينه جاريه. غادي نزيد الدقيق الابيض حتى تجمع لي العجين. العجينه خصها تبقى مرخوفه. انا بحال قصحت ليا واحد شويه، غادي نزيد واحد شويه ديال الماء صافي. ها هي باقا تتلصق. نزيد غير واحد شويه ديال الماء. انا نجيبو غادي نرجع. شوفوا البنات شحال غادي نزيد تاع الماء، غير واحد شويه بحال هكا صافي. ما تبدلكم والو، غير تشوفوا الطريقه صافي. تبقاو على هكا بحال هكا. نزيد واحد شويه رشيشه اخرى بس.
صافي الطريقه. هانت الخبز ديالي تبقاو ديروا لي غير هكا، شفتوا ما كدلكوش ما والو هيك. واللي عندها العجانه وبغات تعجنوا في العجانه تعجنوا عادي. ودابا في هذه المرحله غادي نزيد الملح، نسيت الملحه، الملحه ندير لها شويه الماء نسيتها. صافي المهم انا درت الكاس وزدت واحد شويه الماء، كان بحال زدت 3 المعالق كبار ديال الماء. شفتوا العجينه ها مخوفه بهذه الطريقه. صافي وغادي نجيب دابا واحد زلافه كتكون كتغطى ولا سبيره ولا اللي عندكم، المهم شي حاجه كتكون كتغطى، ولا ديروا في شي زلافه وتسدوا عليه. وغندير شويه الماء دايما تستخدموا. انا دابا جبت الزلافه، فاش غادي ندير غترطبوا ايديكم بالماء. انا رطبت يدي غسلتهم. غادي تحاولوا تجمعوا العجينه، وهاد البول اللي غادي ديروا فيها تشدوها ديروا لها شويه ديال الماء بحال هكا، صافي هكا بحال تتغسلوها باش ما تلصقش لكم فيها العجينه. صافي بمساعده ديال شويه الماء تهزوا العجينه. صافي دابا درت العجينه ديالي، غادي نخلوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. ما نقولكش شحال تخليوها، كل وحده والحراره المطبخ ديال الغرفه ديالها. صافي باللي تضاعف الحجم ديالها، المهم توصل في الزلافه هكا النص. غنتلاقى معكم باش نشكلوها ان شاء الله. المهم اي بلا دليك بلا حتى شي حاجه كيخرج الخبز زوين وهشيش، وراكم شفتوه معايا كيفاش كيجي. فانا نخليها صافي القصريه نغسلها ونتلاقاو باش نشكلوا الخبز. غادي يكون ديما حدايا الماء، غادي نجيب شويه ديال الماء نرطب به يديا ونحاول ننزل ديك العجينه في القصريه بهذه الطريقه. صافي ونعاود ندير يديا في الماء بحال هكا، نجمع يديا ونحاولوا نجمعوها ان العجينه مرخوفه. نجمع بهذه الطريقه. ونفس الشيء نعاودو نرطبوا يدينا بالماء، كتشوفوا معايا نديروها كويرات صغار بهذه الطريقه. المهم انا كتخرج لي تقريبا 5. اذا خرجت 4 غادي ننقص باش كلهم نديرهم قد. كل ما كانوا الخبزات صغيرين كل ما كان احسن، كيجيو زوينين. صافي ونفس الشيء ترطبوا يديكم بالماء، تشكلوا الخبيزات بهذه الطريقه. صافي نحطوهم نفس الشيء بحال هكا بالماء. ممكن تخدموا غير بالماء، واللي بغات دير الزيت عادي بس الماء احسن. بهذه الطريقه البلاصه اللي تحطوا فيها حتى هي كديروا فيها الماء. من هذا هو السر، ان الخبز كيتجي العجينه هكا مرخوفه. شفتوها معايا، ماشي تمشيو تجريوها بزاف شويه ها، يعني ما جارياش ديك الجريه ولكن ما طايحاش في نفس الوقت، مرخوفه بزاف. يعني شفتوا العجينه ديال السفنج تقريبا قريبه ليها واحد شويه، هذه تقل منها شويه. صافي وبهذه الطريقه انا درت الخبيزات ديالي جمعتهم، وغنجيبوا واحد طبسيل فيه السميد باش غادي نكرفصو. المهم هذا باش ندير ليه مساحه بهذه الطريقه. المهم انا السميده البنات استخدمت هذا، نوريكم هذا زوين، تلقاو كاع في السوبر ماركت صفر وزوين. صافي ونجيو نحطو ديك الخبيزه ديالنا بحال هكا ونبقاو نجمعوه في السميد. واللي عنده السميده رقيقه ديال الشعير يقرص بها حتى هي كتجي زوينه في التكراس. هكا كنقرصوا الخبيزات ديالنا. شفتوا كيفاش هزوا لكم ديك القريصه ديالكم، تجيبوها في السميد هكا تبقاو تجمعوا فيها راه كتجمع معاكم دغيا. وهذاك العسل هو اللي كيعطي ديك التحميره زوينه في الفران، تخيل لي ياخذ داك اللون زويون. ولا الزبادي والخل راه كيعطوه الطراوه وكيخلوا داك الزرع يجي منفوش ماشي قاصح. شفتوا كيفاش حنا درسناها دابا. صافي ونفس الشيء حتى هي غادي نحطها في اللاطه، وغادي نحطها في اللاطه. حطيتها في اللاطه
وتا هي سرحتها شويه. ندوزو لنفس الشيء الخبيزه الاخرى اللي تتبلوا صباعكم بالماء بحال هكا صافي، باش كيساعدكم انكم ديروا الخبزه. المهم انا غنكمل يا البنات بهذه الطريقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل وصافي، ونكمل الخبزات كاملين. وغادي نشعل الفران. انا عندي فران ديال الكهرب، غادي نشعلو من الفوق ومن التحت على اعلى درجه عندكم في الفران. انا عندي 250 من الفوق ومن التحت، وغادي نخليه يسخن بالماء خمر ليا الخبز. شوف انا نكمل الخبزات اللي عندي. شفتوا كيفاش كتجمع العجينه، ما كتبقى لا جاريه لا والو. بغيتكم توريكم المراحل باش يجي معكم الخبز ناجح 100%. صافي وغادي نوريكم باش غادي نزوقوا الخبيزه الرشموه. صافي يا البنات بعد ما كملت التكراس غادي تجيبوا واحد السكين اللي كيكون مسنن هكا، شفتوه راه مسنن، ولا غازوا اللي عندكم، وغادي نديروا علامات زائد في الخبيزات باش ملي كيطيب يجي المنظر ديالو زويون بهذه الطريقه. هذه قبل ما يخمر، ولا خمر غادي نشوف اللي تسدات غادي نوسعها. تبقاو تخشيو السكين في الماء، السكين في الماء عاد تعاودوا يعني تشرطوا هكا الخبيزات كيف ما تشوفوا معايا. صافي وغادي نغطي عليه بواحد البلاستيكه ونخليه يخمر في درجه الغرفه. انا الحراره عندي في المطبخ عندي سخون، يعني غير يطلع لي شويه ما كايناش 10 دقائق وغادي ندخلو الفران. الفران راه حطيته سخن على اعلى درجه عندي في الفران الفوق والتحت. والبنات اللي عندهم الفران ديال الغاز صراحه ماشي بزاف كيجي فيه الخبز زوين بحال ديال الكهرب، ولكن تشعلوا عليه حتى هو الفوق لتحت على درجه حراره 200 وتدخلوا الفران تدخلوا الخبز في الرف ديال الوسطاني وتخلوا النار حتى هي شاعله عليه من الفوق ومن التحت. ان شاء الله يطلع لكم زوين. صراحه انا هذا النوع ديال الخبز كنديرو في ديال الكهرب، بقى ما جربتوش في الغاز ولكن نجربو نقول لكم ان شاء الله. دابا صافي يعني شكلت الخبيزات ديالي كاملين بهذه الطريقه. غنغطيهم بالبلاستيك ونخليهم بالماء خمر باش ندخلهم للفران. صافي دابا انا غنغطي الخبزات ديالي. ها هي البنات الخبز بعد ما خمر ليا، هذوك الشراطي اللي شفتهم بحال يتسدوا كنعاودهم بحال هكا. تقريبا راه اغلبيه باقيين ما شاء الله خمر. صافي ودابا غادي ندخلو الفران، غندخلو للجهه التحتانيه. انا غادي ندخلو الفران، غادي نديرو في الجهه هذيك التحتانيه. شفتوا هذيك السنه الاخرى مشعله عليه النار من الفوق ومن التحت. بسم الله. دخلت الخبز ديالي مشعله عليه النار من الفوق ومن التحت على درجه حراره 230. انا غادي نرجعها 220 درجه حراره 220 وغادي نخليه حتى يطلع ويتحمر من التحت. عاد نطلعو الفوق باش يتحمر. نتوما معايا تشوفوا كلشي. شوفوا ما شاء الله البنات الخبز كيفاش طلع. دابا راه غادي نشوفوا معاكم واش تحمر ولا لا. راه دابا تحمر مزيان من التحت. غادي نطلعو الفوق. والان نقصت عليه درجه الحراره شويه وصلت حتى ل 200. غادي نطلعوه باش يتحمر. غادي نطفي عليه من التحت، غادي نخليه غير الفوق. صافي انا شاركت معكم كلشي باش يطلع لكم الخبز ناجح. البنات هما الخبيزات ديالي واجدين. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيفاش جاو زوينين. اول ما تخرجوهم من الفران تغطيهم واحد شويه. انا نغطيهم ومن بعد نوريكم الشكل ديالهم. شوفوا البنات الخبز تبارك الله كيفاش كيجي هشيش وطاب وزوين. نحل معكم واحده سخونه بزاف. شوف ما شاء الله شفتوا كيفاش داير بحال اللي دار كيلو ما عرفت شحال من. شفتوا ما شاء الله تبارك الرحمن ناجح 100% وزوين وبنين. شوفوا شلون بحال اللي راكم دار كيلو. شفتوا كيفاش كيجي ورطب بزاف ومقرمل وبنين وناجح. ودابا ان شاء الله هاد الخبيزات انا درتهم معكم في الصباح، نقدم معكم الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله. وهذا الشكل النهائي حق الكيك حقنا. شوفوا شلون ما شاء الله تبارك الرحمن حلو ولذيذ صراحه طعمه.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم طيبين؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا رب، وبصحة وسلامة وعافية. والفيديو هذا حقي لقاكم في أتم الصحة إن شاء الله. اليوم بسوي معاكم كيك مرة ناجح وحلو ويطلع مرة منتفخ، وإن شاء الله ما راح تستغنون عنه. هو كيك يومي يعتبر، بمشاركة مع ولدي محمد. اتفضل يا محمد، قدم لهم المقادير. 5 بيضات، زيت، سكر، بسكوت، دقيق، خميرة حلويات، الزبادي، فانيليا. والحين نمر على بركة الله نجهز الكيك حقنا. أنا بحتاج هنا، والحين نبدأ على بركة الله نجهز الكيك حقنا. أول شيء بنسوي البيض. أنا هنا استعملت 5 بيضات، اللي عنده 4 يستعمل 4، بس أنا عندي البيض جاء يعني كتير وقلت خليني أسوي 5 بيضات. هاتي يا محمد يساعدني في الكيك. كذا تدخلون معاكم عيالكم يسوون معاكم الأشياء اللي يحبونها. لا حبيبي شوي أبغى السكر. أول شيء بخلط البيض، بس ما تستعملون فيه لا طراب ولا كهربائي ولا خلاط الكيك، يعني سهل في متناول الجميع. والبسكوت أنا بس حبيت أسويه، واللي ما توفر عنده البسكوت عادي يعوضه بالطحين. أنا هنا عندي 2 كاسات طحين. ترى هنا عندي كاس زيت، كاس سكر مو مليان عشان البسكوت حالي. بزود السكر على البيض وبخلط مرة زين لين ما يتجانس عندي كل شيء كذا بالطريقة. محمد افتح لي حبيبي الفانيليا. كذا تخلون عيالكم يساعدونكم في الكيكات والاشياء اللي يحبون. انا احب دائما ادخل عيالي في اشغال البيت، تنظيف. يا حبيبي شكرا. الحين بنزود الفانيليا، كتر الفانيليا. خلاص نخلط كل شيء مرة لين ما السكر حقنا تحسونه بدا يذوب مع البيض. ترى ناجحة 100% وحلوة، طعمها مرة حلو. تحسونه بدا يذوب مع البيض. ترى ناجحة 100% وحلوة، طعمها مرة حلو. الحين بزود كاس الزيت، نقص منه شوي. افتح لي الزبادي يا بابا. والحين بخلط كذا بالطريقة، بخلط زين. وهذا محمد فتح لي الزبادي، ونضيف الزبادي كله. اي صح، وبسوي شوي ملح. روح جيب لي الملح يا محمد. كذا تخلوا عيالكم جنبكم يساعدونكم. شكرا حبيبي. خلاص، وبسوي شوي ملح لتصحيح الذوق. لازم دائما الحلويات والاشياء الحالية تسوون فيها ملح، والاشياء المالحة تحطون فيها شوي سكر. خلاص كذا تجانس الخليط. الحين بزود كاس البسكوت اللي عندي، بخلط كذا زين. والطحين ترى عندي كاسين نفس الكاسات اللي اشتغلت فيهم. زين اول. خلاص خليت هذا. الحين جانس عندي البسكوت. الحين بزود الطحين. هنا عندي كاسين طحين. الحين بتزودونها دفعة. روح يا حبيبي جيب لي ملعقة كبيرة. من الأحسن الطحين تزودون بالملعقة عشان الكيك يجي ناجح. كذا دخلت الكمية. الحين بزود ملعقة ثانية. الطحين شوي هذا من أسرار نجاح الكيك. الكيك يطلع مرة حلو وجميل، والبسكوت هذا اللي يسوينا فيه يعطيه طعم. واللي ما توفر عنده البسكوت يسوي جوز الهند محمص. تاخذون جوز الهند وتحمصونه، واذا ما عندكم عادي تستغنون عنه، تسوون كيكه بالطحين بس لحاله.
مستمرة أدخل الطحين في الكيك بهالطريقة كيف. وهذه المرحلة أنا بزود بيكنج باودر، عندي 7 جرام 7 جرام، يعني المجموع 14 جرام من البيكنج باودر، يعني سووا ملعقتين كبيرة أو ملعقة ونص كبيرة. خلاص الحين أنا بدخل البيكنج باودر في العجين، في الخليط حق أنا بدخل البيكنج باودر في العجين في الخليط حق الكيك بهذه الطريقة، وبزود الطحين. والله جربوها تراها مرة تطلع حلوة، بتشوفونها إن شاء الله إذا دخلناها الفرن واستوت تطلع معانا ناجحة مرة. بزود الطحين بعد، يعني تقريبا بتاخذ لي كاسين 2. خلاص هذا الكيك الخليط عندي ناجح، شوفوا شلون، يعني اذا شلتوا كذا ما يتقطع العجين كذا، اتوقع خلاص ما يحتاج طحين. كاسين مع كاس بسكوت. طيب الحين انا عندي هنا صينية حقت الكيك، دهنتها بزبدة وزيت وبفرغ فيها الكيك. ترى الكيك هذا ندخله في الفرن بارد. خلاص نفرغ الكيك على هذه الطريقة، حاولوا ترفعون عشان تدخلون هواء. لازم تجربونه، اي شيء انا اسويه معاكم الا وانا سويته ومره ناجح، يعني لا تخافون من اي شيء اقدمه لكم. واي وحده تبي استفسارات سوت شيء ويعني ما عرفت تزبطه عادي ترسل لي على الخاص او على تكتب لي في التعاليق اليوتيوب، على عيني وعلى راسي ارد عليكم ان شاء الله. انا هنا عشان اشارك معاكم اي شيء انا اعرفه وعشان افيدكم وتفيدوني زي الخواص للعائله. وشكرا لدعمكم وتعليقاتكم الحلوه اللي تخلولي وتشجعوني، وشكرا شكرا شكرا لكم كثير. اتمنى ان شاء الله بوجودكم يستمر ان شاء الله يا رب، واقدم لكم المزيد والمزيد. خلاص الكيكه حقتي صارت جاهزه الحين. بشيل هذه الاشياء اللي هنا عشان ما تحترق في الفرن. ابغاكم تنظفون حق الكيك عشان ما يسوي. والحين الكيك حقي صار جاهز عشان ادخله الفرن. حطيت عليه لوز اللي هو شايلين القشر حقه ومقلي ومطحون بهذه الطريقه هرمش. خلاص بدخلها الفرن. اذا دخلت الفرن بزين معاكم السيروب اللي راح نحطه على الكيكه اذا استوت ان شاء الله. وهنا ان شاء الله بجهز السيروب اللي راح اسقي فيه الكيكه حقي. هنا حطيت ملعقتين مربى مشمش نوعيه جيده، حطيت ملعقه كبيره سكر، حطيت ملعقه صغيره فانيليا، وحطيت الكاسة المويه هذه يعني بيال حطيت نصها، وبحطها على النار لين ما يتقل ويصير زي يعني كيف اقول لكم، يصير ثقيل وزي كذا ما ادري شلون بس بوريكم. شفتوا كيف هذا هيغلي شوي كذا وبقفل عليه. وهذا الكيك حقي صار جاهز. شوفوا تبارك الرحمن شلون قايل، طلع مرة زين وطالع. الحين بقلبه في صحن. حارة مرة الصينية يعني تو طالع من الفرن. خلاص شوفوا شلون ما شاء الله، شوفوا كيف. خلاص الحين بقلبه على الجهة الثانية. كمل تزيين الكيك بهذه الطريقة. وطعمه ترى مرة كتير حلو عشان البسكوت اللي حطينا فيه حتى يعطيه لون من جوا
لون احمر. انا بستمر على هذه الطريقة، وفي عندي لوز باقي زيادة بخليه مجروش اجرشه، وبعدين ان شاء الله بحطه على الكيك ازينه فيه مرة زيادة. خلاص وبكذا يكون الشكل النهائي حق كيكنا قرب يكتمل. وبزود عليه اللوز زي ما قلت لكم، وبنتقابل عشان اقطعه معاكم تشوفون شلون طالع من جوا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شلون مرة طري. خلاص وانا بزينه وبقطعه وتشوفون شكل النهائي. وهذا الشكل النهائي حق الكيك حقنا. شوفوا شلون ما شاء الله تبارك الرحمن، حلو ولذيذ صراحة، طعمه يجنن. اكتر شيء باللوز اللي حاطين فيه مرة حلو، شلون طري وخفيف مرة. خلاص وعلينا وعليكم بالعافية. ان شاء الله اتمنى تجربونه ويعجبكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ها هي جات صاحبتي عندي وصلات ما شاء الله تبارك الرحمن، جابت وليداتي العيدية ديالهم، جابت لهم هدايا، جابت لهم الكيك. بابيت عندي تو ما عيدي هذا، يلا الحين عيدي، احس انه عيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم طيبين؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله ثالث عيد عنا، واليوم اللي تيجي عندي صديقتي عشان نسوي أكل مغربي لأنه صراحة الأكل في أكلات لازمها الجمعة زي الكسكسي، واليوم قلت استغل الفرصة معاكم وأشارك معاكم لقطات من جمعتي أنا وصديقتي. والحين أنا جالسة أصلح الكسكس قبل ما تجي يصير غدانا. هنا حطيت اللحم، عليه فلفل أسود، زنجبيل، كركم، ملح، زنجبيل وكركم وملح وشوي موية، بس هذا اللي حطيت. خلاص وأغطي عليه وخلي لين ما يتسبك اللحم، بعدين أزود عليه زيت زيتون وطماطم وبصل. هذاكم معي تشوفون كل المراحل، إن شاء الله يعجبكم اليوم معي. هذا اللحم عندي يتسبك، الحين بزود حمص نقعته ليلة كامل. بزود الحمص، بزود البصل، مو بكبيرة ولا هي بصغيرة، وسط. خلاص وبقلبه وخليهم لين ما يتسبكون. ودابا غادي نزيد مطيشة مقطعة هي بهذا الشكل، وغادي نحرك ونخليه حتى تذوب مزيان. وفي هذا الوقت نكون انا دايره الماء كيطيب باش غادي نبله يعني. ودابا راني قطعت الخضره، نوريكم الخضره بالكامل. بعد ما تسبك ليا كلشي مزيان، عندي باقه ديال القزبر والمعدنوس، كتشدها تغسلها مزيان وتحدنا بالخيط بحال هكا. غادي نزيدها باش تمسك، وغادي نديرو الماء طايب. انا غادي نعمر عليه مع باقي غادي يطيب اللحم، وغادي نزيدو الخضره، وغادي نبغيو الماء باش نسكتو. شوفوا راه عمر صافي، وغادي نسد عليه نحركو واحد شويه صافي، وغادي نسد عليه نخليه حتى نحس باللحم داخلو الطياب عاد رمي الخضره. سميد هذا النوع حجم متوسط كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحط ندهنو بالزيت. المهم هذا عندي نص كيلو، غنقص منه شويه، معاتنا غير جوج ما غيكفينا ان شاء الله. تنشدو الزيت العاديه، زيت الطبخ، وغادي ندير ليه الزيت. ومن بعد انا كنغسله باش نخليه يشرب. هذه طريقتي، كل واحد كيف كيدير ليه. كاين اللي كيقدر يعمر عليه بالماء ويخليه حتى يتنفخ، المهم انا الطريقه كتنجح معاه. صافي وغادي نغسلو بالماء، نغسلو تحت الروبينه. نخوي عليه دابا الماء تشوفوا معايا. انا جبت كاس ديال الماء غادي نخوي عليه بهذه الطريقه.
صافي. وغادي نصفيه، غادي نصفيه في شي شبكه كتصفي. انا جبت الكسكاس، ماشي جبت الكسكس وغادي نحطو فيه. ونخليه هكا حتى ينشف مزيان من الملي فيه. صافي. نحط ديك الساعه في القصريه ونخليه يتشرب. واني معاكم تشوفون كلشي المراحل. قصريه تقدروا نتوما ما عندكمش القصريه ديروا غير طبسيل كبير، شوف شرط يكون عندكم هذا، مو بشرط يكون عندكم الصحن هذا. خلاص. وسوي لي الكسكسي كده عشان ينشف. بين فتره وفتره تقلبونه كده لين ما تتشرب المويه كلها اللي فيه. خلاص انا بخليه كده يتشرب وبرجع كل شوي اقلبه. وهنا عندي الخضار اللي هي قرع، كوسه، جزر مقطع على ذا الشكل. كوسه بس انقيها واحط واخليها كده، وفي فلفل حار. بس هذا الخضره اللي انا سويت اللي انا احبها. ودابا بعد ما حسيت باللحم ديالي طاب، ماشي طاب يعني دخل الطياب، غادي نزيد الخضره اللي هي غادي نزيد غير الجزر. بزود الجزر والكوسه والقرع بخليه شوي انه يستوي بسرعه ما ياخذ وقت. خلاص كذا بالطريقه. انا ما كثرت خضار والقدر صغير على قدنا يعني. اللي عنده اشخاص كتير يحط قدر كبير ويدبل كل شيء المقادير ولا شيء. خلاص انا بقالي القرع بخليه بسكر عليه وبروح اجهز للكسكس عشان احطها فوق. هذا الكسكس بعد ما تشرب المويه شفتوا شلون صار؟ شفتوا كيف؟ خلاص الحين بجي باخذ الكسكاس اللي عندي شوي بمسحه من المويه اللي فيه واحط السميد زي كذا بالطريقه. خلاص احطها كلها واحطها على القدر. واذا لازم تحطون كيسه كذا بلاستيك عشان ما يطلع البخار من تحت عشان يستوي السميد ده. انا حطيت الكيسه على القدر بالطريقه وبحط الكسكاس عشان نحكي شوف شلون عشان ما يطلع منه بخار. خلاص وبغطي عليه. لما بعد ما مرت 20 دقيقة حطيت الكسكس اسوي له الفورة الثانية. هنا عندي كاسة موية وملح فيها ملح، بقعد ازود على الكسكسي عشان يتشرب كذا بالطريقة. ترى في هذه المرحلة حار، انتبهوا. تقدروا تسوون ملعقة شيء بس انا عادي مو مشكلة متعودة بالطريقة. حار مرة تو بساعد نفسي بشوكة مرة حار. خلاص بهذه الطريقة احط له شوي زيت بس شوي كذا واستمر على ذا الطريقة. ازود الكاس كله موية مع الملح عشان تملحون الكسكس. خلاص واسويه زي المرحلة الاولى كله كذا مرة حار. خلاص وخليه لين ما يتشرب. وكل مرة اقلبه كل 5 دقايق اقلبه كذا لين يتشرب مرة وبعدين ابرجعه للكسكاس حقه بخار الفورة الثانية. هذا الخضار تستوي عندي. هنا عندي حبة طماطم متوسطة مع ملعقة كبيرة صلصة طماطم بزودها. انا ترى نسيت الزيت من اللحم، الحين بحط زيت واللي يبي يحط الزيت العادي عادي بكيفه. وبزود مويه شوي عشان المويه قلت. هنا مويه حاره بعدين بتزود مويه حاره. خلاص وبحط زيت زيتون وبسكر عليه خلاص بزود زيت زيتون وبسكر عليه واخليه يستوي. بخلط دي الطماطم مع الخضار وخلص. بزود في نفس الوقت القرع عشان يمديه يستوي. انا مسويه الخضار كميه قليله بس. خلاص وبحاول ادخله كده. خلاص وبسكر عليه لين يجي وقت احط عليه الكسكسي. وهنا وجدت فوق الطاوله شويه ديال الشكلاط، وهنايا العطر والمبخره باش يجي يديروا الخيرات، وهنايا الشكلاط نوع ثاني لحقاش باش غادي يجي غادي نتغداو ملي يحتاج نحط شي حاجه اخرى. صافي هذا مكان.
وهنا صايب صحن ديال الفواكه. هنا قضيت الكيس اللي غنديرو فيهم العصير وهذا كويسات ديالي. وها هي جات صاحبتي عندي وصلات ما شاء الله تبارك الرحمن. جابت وليداتي العيديه ديالهم، جابت ليهم الهدايا، جابت ليهم الكيك. مرحبا بك عندي توا ما عيدي هذا. يلا الحين عيدي، احس انه عيدي. وهي ما شاء الله من فاتنيش ما شاء الله من عيدي. جابت لي اياه ما شاء الله حقي من اللحم رجله كامله. الله يحفظها ويخليها لي ويخلي لكم صحاباتكم ان شاء الله. وهذه القصريه ديالي بعد ما سقيتها. مرحبا بكم. هذه هي جاهزه الحين نروح نتغدى. هذا غدانا جاهز دابا ان شاء الله غادي نتغداو. صاحبتي قاعده هنايا الزي المغربي. هذا وليداتي. ان شاء الله نتمنى اليوم يكون عيشكم معايا الاجواء وصحتنا وصحتكم ان شاء الله. يلا نتلاقاو ان شاء الله في العشيه. ودابا جا وقت التحليه، وقت العصير. صيفنا عصير البرتقال المانجا ذوقته بحال هكا. هنا الكيك. طلبت عليكم وتو الحين صديقتي تروح الله يوصلها بالسلامة. وزوجها ما شاء الله تبارك الرحمن جايب لنا معاه عشاء مسكين. الله يكثر خيره ويجعل بيته دايم عامر. وبكذا يكون يومي معاكم خلص. الحين عندنا الساعة 11 بالليل خلصت عزيمتنا. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني. واتمنى ان نوع الفيديوهات هذه يعجبكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.